عسلامة. وهو يحلى سيدي رمضان من غير بوزة. أما أنا اللي جبت لكم بوزة من قاع الخابئة من غير نشاء بالروز المرحي والفاكهة غسيل زمنية. شوفوا الطريقة مع بعضنا. أول حاجة حديد إيترا حليب عليهم 6 مغارف سكر، وراهو السكر 6 مغارف ما جاتنيش برشا باغابوغ الكمية باش نعطيه لكم. حلاوتها جاتني قد قدمتوما كيما يساعدكم في الحلاوة. والروز يا إما تاخدوا 4 مغارف روز مرحي تشريوه حاضر مرحي، يا إما الروز الجويد تنفخوه نصايب ساعة من بعد تخليوه يستقطر وترحيوه. المهم 4 مغارف كبار. لهنا حمرت اللوز وحمرت البفريوة ومن بعد رحيتهم ينقروا الزيت نتاعهم، واستعملت 100 غرام بات لوز و100 غرام بات نوازيت، والجنجلين حمرته ورحيته 80 غرام استعملت. ومن بعد خلطت المكونات الكل مع بعضهم وخليتهم على نار هادية، ما وقفتش على التحريك لين تجيب البوزة نتاعنا. وكيف توصل المرحلة هذه ويتبقبق وقتها نزيدو فنجان كامل من عطر الشاي باش يبنلنا البوزة، ونحركو ونخليوها تاخو غلوة خفيفة لين توصل المرحلة هذه تعمل لك التكميشة هذيك. ولازم القوام نتاعها يكون جاري، كان غلبتكم وما جاتش جاري زيدوها شوية حليب مش مشكل. والبوزة نتاعنا حضرت هي راهو في الوصفة الأصلية، يرحيو الزوز ويزيدوها. ما أنا الزوز خيرت نحطو من فوق كونكاسيه باش يبدا يتقرمش، وانتوما كيما يساعدكم. ما نحكي لكمش على الميلونج نتاع الروز المرحي والفاكهة قديه جابني وكله منفعة، جربوها وقولوا لي.